السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم شباب؟ معكم أحمد حكيم وهي حلقة جديدة من حكيم ستيشن. النهاردة معانا ويب سايت قوي جدا هو سكاي بوكس. الويب سايت ده بيعمل ال HDRI images أو ال High Dynamic Range Images. دي الصور اللي بنستخدمها في توليد بيئة حوالين الأوبجكتس بتاعتنا لما نحب نرندرها. صور بانورامية 360 درجة متولدة بالذكاء الصناعي اللي عامل ثورة طبعا في كل المجالات، خصوصا مجال الديزاين بتاعنا. هنشوف مع بعض ازاي تطلع HDRI custom بكل التفاصيل، يعني بإضاءة معينة، جاي من مكان معين، منظر طبيعي بشكل معين، انتيريور بشكل معين، بكل تفاصيلها. يعني اللي انت هتتخيله هتلاقيه، غير زمان ان انت كنت بتسرش بين مجموعة من HDRI زي HDRI Heaven، الويب سايت المعروف، وغيرها. كنت بتسرش على يعني بين مجموعه محدوده من الصور. انت النهارده بتعملها تفصيل، يعني انت بتقول له مثلا انا هنا عايز بيت، هنا عايز شجره، هنا عايز الشمس داخله. حتى الحاجات ال HDRI كانت فيها نادره، اللي هي زي الحاجات الفانتازي او الحاجات اللي هي الكرتون ستايل والكلام ده كله. لا دلوقتي بقى متاح، يعني مديلك كذا ستايل، تقدر نفس ال HDRI تطلع منها كذا ستايل لشغل الانمي، لشغل الكرتون، لشغل الرياليستيك، لشغل الانتيريور، الكلام ده كله. خلينا نبص على سكاي بوكس مع بعض ونشوف التفاصيل المتاحة في الويب سايت الجميل ده. طيب اول حاجة عملتها ان دخلت على الويب سايت اللي هو skybox.blocadlabs.com، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بتلاقي الواجهة بسيطة جدا زي ما انت شايف كده. ممكن يجي لك في الاول وانت بتفتح كده رسالة تعريفية بالويب سايت، او بيشرح لك هو بيشتغل ازاي، فبتقول له اوكي وبتدخل على طول على الويب سايت هنا. طيب الويب سايت بيقول لك Dream Up Your Wallet، تظهر لنا الرسالة دي، هنقول له Get Started. هنا بيقول لك اكتب مثلا الكلمات الوصف اللي انت عايزها وارسم. هو جايب لك التولز اللي على الشمال دي تقدر ترسم بيها، وهنا بتقدر تكتب الكي ووردز بتاعتك او الكلمات المفتاحية. هنقول له مثلا احنا عايزين حاجة فيها سكاي، وعايزين حاجة فيها مثلا جبال او ماونتن، ونقول له مثلا عايزين فيها اشجار، ونقدر بعد كده نعمل لها كاستم من هنا. هنا اول حاجه ده الموف او حاجه شبه البان، هي باي ديفولت هي اللي تم اختيارها. وبعد كده دي البراش بتقدر تعمل بيها اللاينز بتاعتك، وهنا الاريزر او الاستيكه بتاعتنا اللي بنقدر نمسح فيها لو خط يعني اتعمل غلط او كده. هنا كلير اول تحذف كل حاجه، ودول الدو والاندو. وهنا دي مجموعة الجايدز الديفولت بتاعها ان انت هنا شغال في نظام سفيريكال، شكل دائري. هنا كيوبيك لو انا عايز ارسم في كيوبيك مثلا بالشكل ده. وهنا لو عايز اظهر البيئة الخارجية اللي هي بتاعت الويب سايت لسكاي بوكس، يعني لو ضغطت عليها كده. وهنا لو عايز بلان جريد، يعني لو عايز جريد كده في الارضية عشان برضو ابقى متخيل الوضع بتاعي عامل ازاي. انا مش محتاج الحاجات دي، الكلام ده يعني انا مش محتاجه، وعجبني ان هي بوكس زي كده. وهمسك البرش هقول له مثلا عايز ماونتن زي كده، ارسم بأي حاجة، وبتحرك كده بالهاند دي. اقول له ممكن هنا اعمل لي بيت، يعني عايز مثلا يكون زي جبل وفي بيت. هنشوف بقى النتائج اللي هيطلعها، هيعرف يقرا الحاجات دي معانا بشكل سليم ولا ايه بالظبط. حاجة كده مثلا ممكن. برضو انا بحاول اساعده ان هو يفهم الحاجة بتاعتي باضافة يعني شوية تفاصيل. مش لازم هيطلع لي البيت طبعا بالظبط، بس بحاول اوضح له الدنيا. وهنا مثلا ممكن نقول له تعالى في الجنب ده كده واعمل لي شجر، حاجة شبه شجر الصنوبر كده.
يعني نشوف دي حاجة غريبة للمشهد نفسه، بس نشوف هيعرف يقراها ولا لا. انا ما جربتهاش بصراحة، بس يعني هتخيل ان في مثلا وسط المنظر الغريب ده في سيارة واقفة هنا. وتمام كده، نشوف بقى هيطلع معانا ايه من نتيجة الشخبطة الرهيبة اللي احنا عملناها دي. طبعا هنا كتبنا الكي ووردز، يعني ممكن نكتب له برضو كلمة كار عشان يقراها معانا في المشهد. وهنا بيقول لك انت عايز الجنريت تعمل ايه، ديجيتال بينتنج ولا رياليستيك ولا الانمي ارت ستايل ولا فانتازي الى اخره، والاول بينتنج والكلام ده كله. دي نوعيات اللي كنت اتكلمت عنها في البداية، ان انت مش بسهولة كنت تلاقي النوعيات مثلا زي الانمي ارت ستايل او زي الاويل بينتنج. والنوعيات التانية دي كان اكتر نوع منتشر يمكن اللي هو الرياليستيك. فخلينا كده نقول له خلينا ديجيتال بينتنج واعمل لي جنريت. بياخد شوية وقت كده بيحمل. وكده خلص معانا تحميل. بص كده نلاقي ادي الشجر اللي احنا رسمناه، وادي البيت الغريب، يعني هو رسمه صغير كده او متخيله بشكل صغير. وادي برضو العربية اللي كنا حاطينها في المشهد بتاعنا، يعني هي غريبة طبعا وسط المشهد بس جميلة. انا شايف النتيجة حلوة قوي، يعني الالوان والديجيتال بينتنج ستايل. يعني بص، لما تيجي كده تحت تقف على المستطيل ده، بيجيب لك الجايد لاينز اللي انت كنت راسم بيها. يعني لما اقف هنا بيقول لك دي الكار بتاعتك، ودي الاشجار، ودي كذا، ودي الماونتنز اللي ورا او الجبال. فبيجيب لك تخيل بشكل كبير قريب من اللي انت تخيلته. ممكن لو غيرنا من الديجيتال بينتنج هنا مثلا، قلت له والله خليها رياليستيك واعمل لي جنريت مرة تانية، وهنبص هنلاقي النتيجة دي. ادي السيارة بتاعتنا، وادي الماونتنز والاشجار، وادي البيت في مكانه اهو. صورة جميلة جدا. وخلي بالك كل صورة من الصور دي لم تستخدم من قبل، يعني انت مش بتسرش، انت بتجنريت حاجة كاستم. فهي الصورة دي مثلا لو انا حملتها فهي الوحيدة في العالم اللي بالشكل ده. فده طبعا بيدي لك قدرة عالية انك تعمل الحاجة الخاصة بمشروعك بتخصصية اكتر وبدقة افضل. نقول له هنا داونلود، وبتتحمل معاك الصورة كجي بي جي. هنا لو فتحناها صورة بانوراما اقدر استخدمها ك HDRI. طيب خلينا كده، انا فاتح السينما 4 دي وهروح على المشهد بتاعي على السينما 4 دي. طبعا انا ممكن بالطريقه دي احطها على السينما 4 دي او على 3 دي ماكس او على اي برنامج انا شغال بيه. فلو رحت كده عندي على الاوكتين سكاي مثلا، وقلت له في التكتشرز حط لي الصوره دي، هقول له نو. وهبدا كده اعمل، اشوف كده في اللايف فيور، هقول له ريفرش. فهبص كده الاقي عندي، يعني خلينا اقفل البلين ده، فهتبص هتلاقي الصورة عندك ظاهرة وزي الفل. لو عايزها طبعا تظهر في الفيو بورت عندك هنا، فممكن تعمل ماتيريال سواء ستاندرد او اوكتين او اي ماتيريال عندك. هقول له كده ويحطها لي في الكالر، هاخد نفس المابة اهي، وهرميها على الاوبجكت بتاعي بحيث انها تبقى ظاهرة لي برضو وانا شغال في الفيو بورت. طبعا حاجة جميلة جدا، عملنا HDRI في ثانيتين. طبعا احنا عشان بنشرح في الموضوع طول، لكن هو بالظبط ياخد معاك ممكن دقيقة او دقيقة ونص عشان تجنريت HDRI تشتغل معاك بشكل متخصص.
بس كده يا شباب، ده درس النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس وشير الحلقه مع اي حد مهتم من زمايلك. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.